المحاماة عايزة شغل 24 ساعة في ال 24 ساعة. وعشان كده أنا بقول لحضراتكم في رأيي أنا أن الانشغال عن عمل المحاماة بأي عمل آخر سياسي أو غير سياسي بيقلل من قدرة المحامي على حسن الأداء، لأن التفرغ 24 ساعة للمهنة لو شلت منهم يعني كما يقولون 8 ساعات 7 ساعات للنوم والراحة، الوقت ما بيكفيش إن كنت تريد فعلا إنك أنت تؤدي العمل كما ينبغي أن يكون. وعشان كده أنا لم أواصل العمل أو السعي إلى الحصول على درجات علمية أعلى. هي الحقيقة مش مفيدة قوي للمحامي، رغم إنها بتستهوي كثير من المحامين. كيف هو الدكتور؟ أنا ما بحبش حد يقول عليا دكتور. أنا مرة حتى حصل شجار بيني وبين أحد الأساتذة الكبار في قاعة المحكمة، فالقاضي بيقول لي يا دكتور فريد، قلت له يا بيه أنا مش دكتور، هو سيادته دكتور، أنا مش دكتور، أنا لم أحصل على هذه الدرجة. فقال لي يا راجل اجري، ده الخصم يعني، ما أنت إذا كنت تقدر تحصل عليها كنت حصلت عليها. قلت له لا، من ناحية أقدر كنت أقدر، لكن تفرغت للمحاماة، إنما خليت بنتي بقى هي اللي حصلت على الدكتوراه. فالحقيقة زي ما قلت لحضراتكم المحاماة عايزة اطلاع واسع جدا، مش بس في مجال الدراسات القانونية والأبحاث القانونية. الأبحاث القانونية والنظريات والأفكار متجددة دائما، ودي بتثري فكر المحامي. وكل هذه الدراسات في مختلف فروع القانون لا تكفي، وإنما هو أنت سيادتك بوليس؟ يعني لازم المحامي يتسلح أيضا بالمعرفة، لأنه مهما بذل جهده في الحصول على هذه المعرفة فلن يحصل إلا على القليل. لكن لازم ومهم في الأدب، في التاريخ، في الفكر الإنساني، في الأديان، وإحنا عندنا بالذات في الدين الإسلامي الحنيف المحامي اللي ما بيجتهدش في حفظ القرآن حتى يا سيدي من باب إنه يعني لغة عربية، بنشوف بقى الصور اللي بنشوفها ومؤسفة جدا. وأحب أقول لحضراتكم بمنتهى الصراحة إن اللي أنا شايفه ولمسته في المحاكم أن المحاماة مهنة تكاد تحتضر، لأنه في النازل مستوى المحامين سواء في المرافعة الشفوية أو في الكتابة، في كتابة المذكرات، في هبوط مستمر. فتجدوا حضراتكم مثلا في المذكرات في محامين يحسنون كتابة المذكرات ولا يحسنون المرافعة، وفي محامين يحسنون المرافعة ولا يحسنون كتابة المذكرات. إنما في كتابة المذكرات عايزة قوة في الأسلوب وحسن في العرض. القضية حين تعرض في مذكرة تختلف تماما عن العرض في مرافعة شفوية. ده في المرافعة الشفوية بتلتقط حتة
صغيرة قد كده عشان تبتدي بيها وتجذب انتباه القاضي. أنت تريد إنك تنقل الفكرة للقاضي وأن تؤثر فيه حتى تستطيع أن تصل إلى مبتغاك. فممكن جدا تكون عامل مذكرة وتبدأ المرافعة بنهاية المذكرة ثم تعود وهكذا. كل ده هذا التمكن من حسن العرض والأسلوب مهم جدا 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 للمحامي. دلوقتي أنا بشوف محامين وبشوفها في الشبان اللي بيجوا يتمرنوا ماسك البتاع ده التليفون ده عمال ده مش بس الفيسبوك والمعرفش ايه والكلام ده. انا معرفش الحاجات دي الحقيقه. انا تليفوني التليفون اللي هو يا دوب يتكلم يعني. ومره قعدت استرق النظر لواحد شاب قاعد جنبي فلقيت حاجات حمراء وخضراء. قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي لعبه. يعني قاعد في الجلسه دماغه في الكلام ده. طبعا الكلام ده كله التطور ده تيجي تسأله بقى هل قرأت كتابا؟ أبدا. هل تابعت؟ أبدا. فعشان كده بقول لحضراتكم الحقيقة أنني أشعر بأن مهنة المحاماة تعاني من المشاكل الكثير يجعلها في خطر. محتاجة إن احنا نعود مرة أخرى إلى السير على ضرب المحامين الأوائل. ما تقروا حضراتكم المرافعات القديمة والمذكرات القديمة اللي كتبت قبل كده وتجدوا أسلوب تاني وعرض تاني يختلف تماما. لا تبص اكتب كلمتين أي كلام وبتاع. حتى في البحث حتى في متابعة أحكام القضاء تبص يجي محامين يكتب لك يقول لك أنا لقيت مرة في مذكرة لفت نظري لقيت محامي كاتب عن مبدأ قانوني لم أسمع عنه أبدا وبيشير لحكم. قلت طب الحمد لله أطلع الحكم بقى. طلع المجموعة كذاب ولا في حكم بالشكل ده. فكلمته قلت له يا فلان انت كاتب كذا كذا كذا. قال لي ما هو ما حدش هياخد باله. قلت له هنا المصيبه بقى انك انت بتخدع مين؟ طيب اذا كان القاضي بقى حب يتاكد زي ما انا حبيت اتاكد وجاب وطلع ولقى ما فيش حكم كده وان الكلام ده كله اونطه، هيبقى شكلك عامل ايه قدامه؟ اولا هتفقد المصداقيه، ثانيا مش هيحترم البتاع، ثالثا يمكن يتغاظ منك فيحكم ضدك وهكذا. فاللي بقول لحضراتكم دي خلاصة اللي أنا شايفه في المحاماة. ولكن ده ما يمنعش إن برضو فيه محامين برضو صاروا على الضرب، إنما للأسف بيشتغلوا في وظائف فهم بيبقوا بعيدين عن مجال المحاماة في العمل الحر، زي الأستاذ طارق الديب اللي قاعد معانا ابن عمي وده اتمرن في مكتبي. أستاذ طارق الديب أبو نضارة ده. وامبارح كان بيقول لي إن أنا لم أتعلم شيئا بعد اللي تعلمته في المكتب عندي. لما حضراتكم تتخيلوا ان هو ساب المكتب سنة 96 يبقى بقاله 22 سنة، لأنه جه واشتغل هنا في عمل قانوني في وظيفة قانونية وإلى آخره، لكن مش في العمل الحر اللي فيه تنوع. ان هو بيعمل مستشار في إحدى الوزارات، عمله محكوم بالنشاط اللي بتباشره هذه الوزارة دون غيرها من الوزارات الأخرى،
ودون غيرها من الأقضية المختلفة. ولذلك أنا نصحته امبارح، لا نصحته امبارح، قلت له أنت آن الأوان بقى تنهي عملك، أديك حوشت وتمام وعلى العال، انزل بقى وافتح مكتب. فقال لي المكتب جاهز. فقلت له المكتب مش بالأساس، المهم بالنشاط.